قصص حقيقية من قلب المشرحة. الحلقة التانية. لو بتخاف بلاش تكمل الفيديو. لما اشتغلت في المشرحة كنت فاكر ان اسوأ حاجة ممكن اشوفها جثة مشوهة او طفل صغير، لكن اللي واجهته كان ابعد من اي عقل. جثث بتحاول تتحرك. تحب تعرف التفاصيل؟ اسمع بنفسك. القصة الاولى، الجثة اللي اتنفست. كان في شاب مات بحادثة دراجة وجثته كانت كاملة تقريبا، بس عنده كسر في الجمجمة. بعد ما حطوها على ترابيزة التشريح وانا واقف بحضر المعدات سمعت صوت خفيف زي النفس. قربت من وش الجثة وفعلا صدره اتحرك مرة واحدة بس، لا صرخة ولا حركة تانية، بس النفس ده كان حقيقي. ناديت الدكتور، جه بسرعة وعمل اختبار تأكيد الوفاة وكل حاجة طلعت ميت تماما. قال لي احيانا بيكون مجرد هواء محبوس جوه الجسم، بس وشه كان مرتاح، كأنه ارتاح بعد ما خرج النفس ده. انا من يومها بقيت اخاف من الجثث الهادية اكتر من المشوهة. القصة التانية اللي كان جوه الكفن. في حالة كانت لراجل مات بعد ما قعد 3 أيام في العناية المركزة. الجثة اتغسلت واتكفنت واستلمناها في المشرحة قبل الدفن بساعات. وانا براجع الاوراق شميت ريحة غريبة جدا. قربت من الكفن، الريحة كانت طالعة منه، مش ريحة جثة، دي كانت ريحة زي عطر رجالي. فجأة حسيت بخبطة خفيفة من جوه الكفن، حاجة بسيطة جدا لكن واضحة. انا اتجمدت، ناديت الحارس وفتحنا الكفن. الجثة كانت زي ما هي، بس ايديها اتحركت وهي نايمة. دكتور التشريح قال لي الجثة دي ماتت اكلينيكي، بس في حاجة كانت لسه فيها نبض، ودي مش اول مرة نشوف حاجة زي كده. القصة الثالثة، الجثة اللي كانت بتضحك. في دكتور كبير كان بيحكي عن أغرب حالة شافها. جثة واحدة ست ماتت بحادث غرق وهي على ترابيزة التشريح. ملامحها كانت حزينة، بس مع أول قطع في منطقة البطن شفت تعبير وشها بيتغير، بقت كأنها بتبتسم. مش ابتسامة لطيفة، لا، دي كانت ابتسامة مرعبة، كأنها مبسوطة باللي بيحصل. الدكتور وقف بصلي وقال هي عارفة احنا بنعمل ايه ومش زعلان. من اليوم ده انا بقيت اغطي وش اي جثة وانا بشتغل عشان ما اشوفش رد الفعل. ناس كتير بتقول ان الموت هو نهاية الرحلة، بس اللي اشتغل في المشرحة عارف ان في جثث بتقولك لا، لسه في حاجة. لو عايز تسمع اللي جاي استنى الحلقة الجاية من قصص حقيقية من المشرحة. وما تنساش، مش كل ميت ساكت.